يلا بينا بقى. النهارده هنعمل تشيز كيك فظيعه، تشيز كيك رهيبه بجد. هي خطواتها كتير فهنمشي مع بعض خطوه خطوه، بس بجد في الاخر هتلاقوها تستاهل جدا. عندي هنا 300 جرام بسكوت شاي هنطحنهم، معلقتين كبار كاكاو اهو. هنقلب كده ونشوف لو هنحتاج كاكاو تاني، يا اما تجيبي لو جبتي بسكوت طبعا شوكولاته خلاص مش محتاجه تحطي كاكاو ولا حاجه. عندنا نص كوبايه زبده سايحه، وعندنا نص فنجان لبن، نص فنجان لبن. هنقلب ونشوف كده، لو هتحتاج لبن تاني هنزود حبه بحبه صغيرين خالص لحد ما تبقى عامله كده زي الرمله. نختبرها اهو، بصوا بقى ازاي عملت. نختبرها، نعمل كده، لو لقيناها مسكت كده خلاص تبقى كده تمام كده مظبوطه. اوريكم تاني، بصوا هي مفروله ازاي. هنمسك حبه نعملها كده في ايدينا اهي، مسكت نفسها كده خلاص تبقى كده مظبوطه. جبت طبق كبير وجبت الصينيه بتاعت التشيز كيك، طلعت منها القاعده مش محتاجينها، احنا عايزين دي بس، عايزين دي بس. هنحطها كده وننزل بقى البسكوت كله هنا. نحطها بقى في التلاجة لحد ما نكمل بقية الخطوات نطلعها تاني. حوالي ربع كيلو سكر هحطهم على النار، ربع كيلو يعني كوباية كبيرة كده. خلاص كده لونه بدأ يتغير. هنجهز بقى الزبدة، عندنا حوالي نص كوباية زبدة ونص كوباية كريمة. هننزل بقى بالزبدة، الزبدة بدأت تسيح اهي. هنحط بقى نص كوباية الكريمة، كده حطينا الزبدة وحطينا الكريمة، نص كوباية ونص كوباية، 100 مللي و100 مللي على الربع كيلو، على الربع كيلو سكر. 8 كيلو سوداني محمص، 8 كيلو سوداني محمص. كده خلصنا بقى التوفي، هنشيله بقى على جنب نسيبه يبرد براحته، ونخش بقى على الخطوه اللي وراها. 150 جرام كريمه و400 جرام جبنه كريمي، وعندنا نص كوبايه صغيره سكر بودره، نص كوبايه صغيره سكر بودره، وعندنا ربع كيلو شوكولاته خام بسيحها على النار. هنحط دلوقتي الاول الكريمه والجبنه والسكر ونضربهم مع بعض. وعندنا هنا نص كوبايه صغيره سكر بودره هننزل برضو عليها. وقلنا في على النار ايه بنسيحهم، ربع كيلو شوكولاته خام، ربع كيلو شوكولاته خام. ادي الشوكولاته اهي خلاص ساحت. هننزل عليها بقى بالشوكولاته.
اهي بقت عامله زي الكريمه كده وتقلت. هنطلع بقى البسكوت اللي احنا كنا حاطينه في التلاجة عشان ننزل بقى بالتوفي في النص. خلاص حطينا التوفي، هننزل بقى باخر طبقه. ندخلها التلاجة تبرد خالص، ولما نطلعها هنعمل لها الجناش الشوكولاته اللي هنغطيها بيه. سخنت 150 جرام كريمه و150 جرام شوكولاته، قطعتهم عشان يسيحوا بسرعه. هحطهم في الكريمه السخنه كده عشان يسيحوا. ودول 150 جرام سوداني، حمصتهم وكسرتهم بس يعني تكسيره بسيطه كده بالكبه. خلاص كده الشوكولاته كلها دابت. سوداني، مية وخمسين جرام كريمه، 150 جرام شوكولاته، و150 جرام سوداني وحمصناه. دي الكيك بتاعتنا بعد ما حطيناها نص ساعه في الفريزر. قبل بقى ما نقطعها او اي حاجه، بعد ما حطينا الشوكولاته هنحطها بقى في التلاجة الشوكولاته تبرد وتمسك نفسها قبل ما نقطعها. حطيتها في الفريزر شويه، بس انا عشان مستعجله عايزه اقطعها واوريها لكم. المفروض ان احنا بنسيبها شويه كمان لحد ما الشوكولاته تمسك نفسها خالص. لحظه الحقيقه. بجد فظيعه فظيعه فظيعه. التوفي طعمه فظيع مع التشيز كيك كده والجبنه الكريمي كده. لا بجد فظيع فظيع. اكتر من كده شويه في الفريزر عشان الشوكولاته تمسك نفسها اكتر، بس لا بجد طعمها بجد رهيبه بجد. انا عملت بقى كوبايه قهوه بلبن كده، بحب اشربه كده مع اي حاجه حلوه. شايفين طبقه التشيز كيك وتحتها التوفي؟ لا رهيبه طعمها فظيع، لازم تجربوها والله تستاهل. لو عجبتكم تشيز كيك السنيكرز ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه.